هاد الكولوم ديال جاي باش نخدمكم سمعناها بزاف ابا امين، وانت كنتيقوا فيه. الاخوان، انا شوف، انا ما عندي علاقه بالسياسه. نجيكم من الاخر، انا ما عندي علاقه بالسياسه، ما كنفهم في السياسه، ما عزيزاش عليا السياسه، وانا انسان تقني. الحضور ديالي البارح يوم امس هو فقط من اجل تكذيب الادعاءات الاوروبيه بان المغرب يمتلك برامج تجسسيه، وحاولنا اننا نشرحوا الطرق التجسسيه اللي حاول انه هاد او اللي تضمنوا هاد الادعاءات هادو، وحاولنا نشرحوا هاد الشيء للساده النواب والعموم ديال الناس بواحد الطريقه اللي هي مبسطه بعيدا عن التعقيدات التقنيه، لانه هاد الشيء شويه معقد تقنيا. فحاولنا اننا نبسطوه بواحد الشكل كبير، وحاولنا كذلك اننا نردوا على هذا التقرير هذا كذلك بطرح مجموعه من الاسئله اللي هي تنعتبروها منطقيه، كون ان هاد الادعاءات او هاد التقارير كيقولوا ان تم تحليل هاد الهواتف ضمن مختبرات، وانه اللي حللوه هما محققين رقميين. فكون اننا كذلك نمتلك شركه في التحقيق الرقمي، وكون اننا كذلك عندنا خبراء في مجال التحقيق الرقمي، ف كنعرفوا كيفاش كيدوز التحقيق الرقمي بالنسبه للهواتف الذكيه، كنعرفوا لي بروسيدور. فحاولنا اننا نردوا كذلك باسئله اللي كنعتبروها انها منطقيه جدا. انت مثلا ملي كتجي وتقول لي انني لقيت واحد الروابط في واحد الهاتف، وكتفادى واحد المساله مهمه اللي هي سميتها الجير بريكين، فهذه واحد المساله اللي كنعتبروها ما يمكنش. يعني انت ما غاديش تلقى التليفون تم كسر الحمايه ديالو، ما غاديش تذكرها. المهم انا بديت نهضر في موضوع اخر. على العموم هادشي غير هذا هو التدخل ديالنا، وهذا هو الحضور ديالنا في البرلمان. غير ذلك فانا لست مهتم لا بالسياسه ولا. انا خليوني مع الاخوان هنا كنشرحوا كيف يتم اختراقك ب$5.